السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ النهارده هنعمل الفطير الفلاحي يا جماعة، حاجة كده عظمة بجد. فطير يوم الجمعة بقى، فطير الأجازة يا جماعة. يلا كده الشطري وقومي الصبح بدري كده قبل ولادك ما يقوموا من النوم. اعملي لهم أو فطريهم بقى، اعملي الأول بقى الفطير وفطريهم منه وابدعي فيه كده. هيطلع أحلى فطير من إيديك يا ست الكل. تمام. أنا النهاردة يا جماعة يوم الجمعة، قلت إيه كله نايم، أقوم إيه أعمل لهم فطيرتين حلوين كده أفطر بيهم بقى. عشان ايه؟ هم زهقوا من الفطار التقليدي ده، فقلت ايه اعمل لهم ايه، فطرتين حلوين نفطر بيهم كده مع حبة عسل مع حتة جبنة حلوة كده وبألف هنا وشفا. طيب تعالوا معانا كده بقى يا جماعة. معايا ايه؟ معايا الدقيق اهو، طبعا على حسب كميه الدقيق اللي انت حابه تعمليها. حطيت على الدقيق ده ايه؟ حطيت عليه معلقتين كبار من السكر و مع نص معلقه ملح، يبقى معلقتين من السكر ونص معلقه ملح. مفيش حاجه تانية هحطها. تمام. وبالميه بقى، ميه ساقعه من الحنفيه يا جماعه، عاديه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. وهنعجن الدقيق بتاعنا ده. نزلنا بالميه وهنبتدي بقى ايه نعجن الفطير بتاعنا. تمام. طبعا المية يا جماعة على حسب ايه؟ على حسب نوع الدقيق. تمام كده زي الفل. طبعا المية بتنزلي بيها واحدة واحدة كده لحد ما العجينة بتلم معاكي. ما تنزليش بالمية بكمية المية كلها مرة واحدة، حبة في حبة كده. تمام. ده خلاص شكل العجينه بتاعتنا بعد ما عجناها. عايزه اقول لكم عجينه جميله جدا. تمام. هي بتلزق بس خفيف يا جماعه، بصوا كده حاجه خفيفه خالص كده. تمام. بسيبها تستريح بقى نص ساعه. لما بتريحيها كويس في الفرد بتريحك هي كمان وبتفرد معاكي بكل سهوله. تمام كده. هنا بقى بعد ما ريحت العجينه تمام، قطعتها بالشكل ده او كورتها كور بالشكل ده. طبعا على حسب ما انت عايزه الرق بتاع الفطيره فيه قد ايه. عايزه فيه بقى كتير يعني مثلا 8 كرات من دول 9 كرات، اللي يريحك 12 كوره مفيش مشكله. بتكوريهم بالشكل ده كور صغيره شويه، واللي هي القاع بتاعتها او ال- اللي هنحط عليها يعني ال- الفطيره. لما نبطط ونجمعهم هنحطهم على دي. تمام. اللي هي الكبيرة دي بتكبري كورة شوية عن الكور التانية، فهماني؟ يعني دول صغيرين شوية، في واحدة بس ايه اللي هتبقى ايه الرق الاخراني خالص. تمام. انا كورتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت معايا زي الفل. هما هيعملوا ان شاء الله فطيرتين حلوين. هنيجي بقى نقول ايه بسم الله، نبتدي بقى ايه نبطط. نجيب الصينية. طبعا الكور اللي انا حطاها دي يا جماعه حطاها على زيت. تمام. هنا بقى حطيت نقطتين كده من الزيت. تمام. وهنبتدي نحط ايه معلقه كده من السمنه اهو. نحط السمنه كده بالشكل ده. تمام. ونبطط. طبعا بنتنينا نفرد كده بالشكل ده. طبعا لو اتقطعت منك بالشكل ده ولا يهمك. هنا بقى بتنيكي تعملي كده اهو عشان تدخلي ايه هوا جواها وتديكي تهويئه ايه حلوه. تمام. ولا يهمك لو اتقطعت. هنجيب بقى، انا كنت بطلت واحده كده. تمام. هجيبها احطها في قلبها بالشكل ده واروح لفه كده، وطبعا حته سمنه كده عليهم كده. وادي الجنب التاني. تمام. واروح الجنب التاني ده كده اهو. اهو بالشكل ده شايفاه اهي. واروح لماها وجايبه غيرها اهي. شفتي بالشكل ده. اروح جايبه غيرها برضو نفس الموضوع، ابطط واحط واحده جوه واحده زي ما انت شفتي معايا، وهكذا لحد ما نوصل للاخير خالص، اخر الرق خالص بقى اللي هي الكبيره. بتبططيها وتروحي حطاها برضو في قلبها. هوريكي في النهايه يعني هتعملي ازاي. اهم حاجه تبططي كده اهو. بصي زي ما انا شايفه كده.
ولا يهمك لو اتقطعت، لانها راق جوه راق. دي بقى اللي هنحط في قلبها الرقات اللي احنا عملناها. تمام، حته سمنه كده صغننه وندهنها حلو كده ونفردها. بس طبعا مش بنفردها حلو زي الرقات التانية. طبعا لو عندك بقى حته سمنه زبده اللهم بارك بتدي طعم ايه جميل جدا. تمام بالشكل ده. ونجيب بقى الرقات بتاعتنا بسم الله. طبعا الطرف اللي احنا عاملينه ده من فوق يا جماعه وده من تحت كده اهو بالشكل ده. ونروح لمين بقى بسم الله كده اهو بالشكل ده اهو. ونحطها في الصينيه اللي هنبطط فيها اهو. اهم حاجه لميها كويس عشان ما تفتحش منك. هجيب الصينيه الاول. هنا بقى الفطيره بتاعتنا خلاص خلصت وجاهزه انها تخش الفرن. بدخلها على فرن حامي على درجه حراره 200 يا جماعه، ونشوفها بقى بعد ما تطلع عامله ازاي. وطبعا بنكمل بقى ايه بيت الفطيره التانية بالشكل اللي احنا عملناه ده. بصوا بقى الفطير بتاعنا قد ايه هو طري خالص يا جماعه ومورق من جوه. بصوا قد ايه طري، شايفين الجمال؟ بصراحه خطير. وبألف هنا وشفا يا رب على كل اللي ياكل.